علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. لو يقولوا عننا مهما يقولوا، لو يقولوا عننا مهما يقولوا، انتهينا عاد نحن اللي بدينا. انتهينا عاد نحن اللي بدينا. ما علينا يا حبيبي ما علينا من كلام الناس ما كنا درينا. ما علينا يا حبيبي ما علينا. بأفكار غير مألوفة عمد الفنان التشكيلي والرسام والمبدع مهيب عبده إلى ابتكار طرق جديدة للرسم، وهي الرسم بالخيط والمسامير، ليدهش الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاته المميزة والتي تعد قريبة جدا من الواقع. مهيب عبده والذي درس مجال طب الأسنان، لكنه أيضا الرسام والفنان والمبدع ولاعب الخفة وهاوي للجمباز. عندي الكثير من المواهب، والذي كان أهمها وأبرزها والذي انتشر بشكل كبير هي الرسم بالخيط، لأني نادرة جدا، بالذات عندنا في اليمن ما فيش أحد بيسوي الرسم بالخيط، وتقريبا أنا أول واحد. بس مش عارف لو في ناس ما انعرضوش أو ما انتشرتش فيديوهاتهم. أنا أتمنى أن الذي موجود معه رسومات مثلا بالخيط ينشرها. كنا نلاحظ عليه وهو طفل يعني يشخبط على الكتب وعلى الأوراق ويبدأ في رسومات الكرتون هذا الانمي، وشوية شوية كنا نلاحظ عليه يعني يبدأ يرسم الفنانين والمشاهير، وما شاء الله وصل لمرحلة إبداعية في الرسم. مواهب عدة أبدع بها مهيب وتميز بها، بل وتميز في كل منها، لكن أكثر ما شد الناس إليه لوحاته بالخيط التي قام بإنزالها على صفحته على فيسبوك، ليتفاجأ بحجم التعليقات والإعجاب عليها، والتي لا زالت مستمرة حتى اليوم حد قوله. أشهر لوحة الذي أنا سويتها هي كانت حق أبو بكر سالم. ما كنت أتوقع أني تنتشر الانتشار هذا، يعني أنا حبيت أشارك، أنا أي حاجة أحب أسويها أنا أشاركها مع الناس، يعني في صفحتي الشخصية حق الفيسبوك. فنزلتها كريل، انتشرت انتشار واسع، ما صدقت حتى كمية الكم الهائل من التعليقات. ما قدرت أنني أرد على الكل، رجعت أسوي لهم إجابات وأعتذر أشد اعتذار على شخص علق لي وما قدرت أنني أرد عليه. من الرسم بالخيوط فحقيقة يعني أبدع فيها ويعني وكانت فيها مجال انه يبدع اكثر، لو في عنده امكانيات اكثر من كذا بيبدع اكثر، بس انه يعني الظروف حاله اللي يقدر عليها وسواها. صح انه في البدايه كان الخيوط معاه ويسويها كان نضحك عليه، والله بصراحه يعني كنا نضحك عليه ونستغرب ايش بيسوي هذا الادمي، بس لو ما ابدع فحقيقه ادعمناه كلنا. يتحفنا مهيب بمواهبه المتعددة، فلياقته البدنية العالية جراء إتقانه للعديد من حركات الجمباز، كما أنه يمارس ألعاب الخفة بنجاح، وكذا يستمتع بوقته بين الرسم بالخيط وهواياته الأخرى. تمام؟ ممكن كرتك يكون واحد من الكروت، صح؟ تمام؟ صح. أنا أتوقع أن هذا كرت. أتوقع أن هذا كرت. هذا هو الكرت؟ لا، متأكد أكيد. تقريبا. هذا هو الكرت. كان عنده أكثر من موهبة، مثل الباركور هذه حق القفز الخفة هذه حق اللي يسموها السحر، وما شاء الله أبدع. وفي الرسوم هذا اللي على الخيط يعني كنا نشوفه يعني لوح ويبدأ بالخيط هذا، كنا نقول يعني نستغرب ايش يفعل هذا. لو ما كنا بعد ما كان يكمل يصلح اللوحة نجي نشوف اني صورة أحد المشاهير. إن شاء الله بإذن الله. أنا الشيء الذي أطمح له وأتمنى أنه يصير أن الناس الموهوبين في اليمن أنه يحصلوا على دعم. كل الموهوبين، رسم، ألعاب خفة، الجمباز، أنا دخلت فيهم كلهن مش بغرض الشهرة، بغرض المتعة. أنا أحب هذه الأشياء رغم أن تخصصي طب أسنان بعيد جدا عن مواهبي، بس شغف، هذا بنحب هذا الشيء، وبإذن الله أنني أفيد وطني وأفيد اليمن بشكل عام
وإن شاء الله نوصل للعالم وتكون معنا أعمال خيرية بإذن الله مستقبلا. وصف مهيب عبده كأول رسام يمني يرسم بالخيط أجمل اللوحات الفنية ومن أكثرها دقة وجمالا، دون حتى أن يخط عليها مسبقا، بل يرسمها تلقائيا من ذهنه. وهذا هو الإبداع للفنان الحقيقي الذي يستمتع ويبدع ويتفنن بهواياته التي يحب.